ودك توقف وتسولف عن موضوع واحد، يعني تمسك لاعب واحد وتوقف وتسولف عنه وتاخذه بإسهاب، بس الصيف ما يرحمك. يعني مثلا الهلال وقع مع متعب، وخلال الأيام يمكن وقع صفقتين حد أدنى إذا ما صارت ثلاث، فوش تلحق وش تخلي وش تسولف عنه وش تقدم وش تشوف، فوضى، بس فوضى حلوة، تظل فوضى جميلة اللهم لك الحمد. أبى أسولف بشكل بسيط عن متعب، ما راح أتعمق، بتعمق إن شاء الله بعد ما تقفل الفترة، لأنه نفسه وقت ساعات الانتقالات هذه جالسة تغلق، ما هو جالس يرحمنا، ويدوب تشيل عينك لو تسمع شيء جديد تعرف شيء جديد. باع متعب الحربي الهلال بتقريبا 29 مليون، هي 28 وكسور، بس 29 مليون يورو، وبكذا هو يكسر رقم حسن كادش السنة الماضية اللي تقريبا بيع بنصف هذا السعر أو أقل شوي. وصار متعب الحربي اليوم أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي من اللعيبة المحليين تم الاتفاق عليه، وهذا الأمر منطقي. ولو نوقع النصر هالصفقة كنت بقول نفس الشيء، إنه منطقي. ليش؟ باختصار شديد، لاعب شاب عمره 23 سنة، موهبة جدا رائعة، وثبات 3 سنوات ماضية، يعني كل 3 سنوات ماضية كان ركيزة أساسية وشافت عيونكم. وفي هذا الوقت اللي فيه ظهير صاعد مثل كذا، ناديه يحتاج أنه يبيعه ويستفيد منه ويسيل صفقاته ويقدر يحركها. في 3 أندية كلها ملكيتها للصندوق ترغب به، وكلها قدمت عرض على الأقل 80 مليون، فال80 مليون صار هي الحد الأدنى، والطلب عالي، فطبيعي أنه بيرتفع أكثر، عوضاً عن أنه يكون أصلاً هذا النادي عنده لعيبة مثلاً يبي يعيرهم. مثلاً في وقت من الأوقات النصر كان يخلص صفقة مقابل أنه يعير مختار علي لولا إصابة سامي النجعي اللي طيحت هذا الخيار. الهلال قدم قبل تقريباً 10 أيام لما رفضت الصفقة من لجنة الاستدامة المالية، قدم مصعب الجوير كإعارة. اليوم الهلال يطرح مصعب الجوير كإعارة، إضافة إلى المبلغ اللي هو بيدفعه. فهذا النوع من الطلب المتزايد هو اللي يرفع السعر، فيصير الأمر جدا طبيعي وجدا منطقي إنه اللي يرتفع سعره واحد بذا العمر، ما هو واحد مثلا مع احترامي وتقديري ومحبتي للكابتن حسن كادش والشيء اللي قدمه هذا الموسم، يعني لاعب عدى 31 سنة ينتفع ذاك الرقم، هنا تقول لا وقف، أحسن من اللي كان يطلب حسن غير الاتحاد عشان يرتفع سعره بهذا الشكل. فمن ناحيتي أنا أراه تسيير منطقي وطبيعي. وش هي المكاسب اللي يكسبها النادي ذا اللي يرفع سعر متعب إذا جاب متعب؟ أنا أقول لك، إذا كان النصر فإنه بيمشي تلس وبياخذ أجنبي ويحطه في مكان ثاني وفق ما يبي، تبغى سنتر تبغى محور. إذا كان الأهلي فأصلا الأهلي ما عنده ظهير أيسر من 5 سنوات، يعني الأهلي اليوم يلعب بسام حريج اللي هو عكس قدمه، اللي هو لاعب ظهير يمين أصلا وظهير اليسار، والأهلي عبى كل خانات الأجانب ولا عنده قدرة إنه يحط واحد في الظهير الأيسر أجنبي. هذا من ناحية الأهلي. إذا كان الاتحاد فإن السنة راحت كان زكريا السنة هذه أنفق على معاذ فقيهي وعنده حسن كادش دفع فيه 60 مليون، فالخيارات هنا متعبة، تحتاج واحد كذا تشتري عقده ويشيل لك هم الخانة. وهذا اللي صار في الهلال اليوم. الهلال السنة الماضية ظهيره لودي، بغض النظر عن فارق الإمكانيات بين لودي ومتعب اللي بنسولف عنها بعد شوي، الهلال اليوم ظهيره متعب اللي هو محلي، وهذا المكان ياخذه يحطه لما يكون، سواء كان في تعويضا لسعود اللي جاب مكانه كان سلو اللي قبل سنتين بالنسبة لي أفضل ظهير في العالم. فالهلال بدل ما يتضرر تضرر كبير جدا من طلعة سعود أفضل ظهير محلي أيمن، جاب أفضل ظهير محلي أيسر وجاب كانسلو في اليمين، فصار هنا عنده أبجريد حتى وهو فاقد سعود. أبجريد إنه مكان لودي صار متعب، وإنه سعود لما راح عوضه بكانسلو، وهذا النوع هو التدعيم بمعناه، غير إنه أخذ لاعب كان ممكن يدعم منافسة 10 سنوات قدام. وين ما كان المنافس، كان اتحاد كان نصر كان أهلي، هذا النوعية التنافسية هاي تفرق فيها هذه الصفقة، مثل ما فرقت مع الهلال صفقة سعود. وإنك تجيب محلي يشيل لك الخانة مثل ما سوى سعود، مثل ما سوى سالم، مثل ما سوى البليهي في سنين، مثل ما سوى سلمان في سنين، مثل ما راح يسوي متعب بإذن الله. هذا هو التفوق، وهذا هو اللي يطلع لك قيمة الأجنبي، لأنه كل الأندية بتجيب أجانب إلى حد ما رائعين، بس من اللي يملك المحلي الرائع، وهذا اللي كان يقويها طول السنين الماضية، وأتوقع أنكم شفتوا. فمتعب بدل ما يروح للنصر مثل ما هو كان رايح، والنصر يجيب متعب وسنترين أجانب وسلطان، الهلال أخذ متعب، فالنصر هنا إما بيجلس تلس على الأغلب هو مشاه،
او انه بيجيب واحد اقل من متعب بكثير يحاول يتبناه في المكان، او انه بيجيب اجنبي يصير عنده 3 من الاجانب في خط الدفاع. وهذا الشيء كان مهدد بالهلال انه يكون عنده كوليبالي وكانسيلو ولودي في خط واحد، خط الدفاع. فصفقة متعب لما جت انقذت هذا الشيء وضعفت كثير من الحظوظ الناس اللي كانت بتنافسك عليه. فلما يصير الطلب عالي جدا والاحتياج عالي جدا من 3 أو 4 أندية كبرى، طبيعي جدا ان يدفع فيه هذا المبلغ، طبيعي جدا، خصوصا اذا كانت الخيارات جدا محدوده. فكر كذا وتامل، يعني من الجيل الصاعد تحديدا من في اظهره يسار في السعوديه غير متعب الحربي؟ ما في، كذا صم. هذه واحده من اكثر الكذبات، عفوا ما راح اقول كذبات عشان ما اختار احد، هذه واحده من اكثر المعلومات المغلوطه اللي منتشره عن متعب. يعني الناس اللي ما هي متابعه الشباب تقول بالكلام، اللي متابعين الشباب يعرفون، مشجعين محبين الشباب يعرفون هالشيء زين. يعني مقياس اللاعب واستمرارية لعبه هو الدوري. متعب الحالي مع الشباب 3 سنوات اللي هي من 2021 إلى الموسم الماضي. الموسم الأول من أصل 30 جولة لعب 29، الموسم الثاني من أصل 30 جولة لعب 28، الموسم الماضي اللي هو تعرض فيه لإصابة لعب 20 مباراة من أصل 34 جولة. فهذا الكلام ما هو صحيح، بس الناس إنها ما تتابع الشباب جالسة تردده. أما متعب كلاعب فيه 3 أشياء أحبها فيه، 3 أشياء 2 منها فنية. أبدأ بالشيء اللي ما هو فني بحت كخصلة فنية زين لها علاقة في الكورة، اللي هو إنه كل موسم متعب هو أفضل من الموسم اللي قبله. يعني تابعته من 2021 من وصية صديق هو وكيله بالمناسبة، قال شفت اللاعب قبل ما يطلع حتى يلعب أساسي في الشارع، فكنت أتابعه كل سنة هو أفضل من اللي قبلها بكثير. وهذا الشيء واضح في نسخ متعب، اللي يتابع متعب يشوف ذا الشيء واضح إنه في تطور فارق في كل موسم عن موسم. أما على أشياء كخصال فردية، في نقطة مرة مهمة لجيسوس، إنه ظهير ما يوقف على الخط، ظهير يأخذ الخط كامل. فمتعب يقدر ينقلك من ثلث إلى ثلث لأنه لاعب سريع جدا بطلب الكرة ولا حتى بحملها، وذكي جدا في التحرك. يعني بانيجا كان يتدلع على جري متعب في المساحة، وهذه النقطة بالتحديد هي أكثر شيء يعيب لودي وأكثر شيء مطفش جيسوس من لودي. أما متعب فهو يمكن نص الهجمات اللي هو يواجه فيها وينحط فيها في موقف كويس فقط لأنه يجري في المساحة على الخط بشكل دائم. والسنة الماضية بريرا مدرب الشباب لعب 3 سنوات عشان يطلع منه أفضل نسخة من الجانب، ولعله توفق في الموضوع. في مباراة العدالة، المباراة اللي انتهت 4-1، صنع هدف لوكاكو، كرة من جديد الآن، الهدف في اتجاه مرماه من متعب الحربي. يا الله على الانطلاقة، يا لها من الانطلاقة على الكرة والبحث عن حلول. تنبكتي بلمسة باتجاه سانتي مينا، تراجع اتحادي بشكل جيد مع تضييق المساحات. هذه محاولة عند متعب، لمسة مع فهد المولد، حلوة 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 حلوة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله يا شباب، هدف شبابي أول جميل مع اسيست جميل. شوفها مرة أخرى من جانبي سانتي مينا، وبعد ذلك متعب الونتو مع المولد، حلوة يا ولد، حلوة لعبتك يا ولد، هدف شبابي أول. يلا شباب، يلا كورة، يلا متعب. النقطة الثانية اللي هي مرة مهمة، أنه لاعب يساري رائع في العرضية، وأرقامه في هذه النقطة صناعة فرص والأهداف رائعة جدا، واللي شاف متعب يعرف هالشيء. وهالنقطة لودي ذوقنا فيها الضيم بشكل يضيق الصدر، مع أنه قبل ما يجي هنا ما كان كذا. بس متى آخر مرة شفت ظهير اللي هي اليسار عطى عرضية كويسة؟ فترة طويلة، إلا ناصر إذا لعب ظهير يسار، وناصر مع جيسوس في السنة الأخيرة هذه ما يلعب ظهير يسار. ففقداننا لهذه النقطة خلى الهلال دائما يعرض من الجهة اليمين، أو إنه سافيتش ولا مالكم يعرضون من الجهة اليسار، مع إنه جيسوس يخلي الأظهرة دائما في مواضع كويس إنهم يعرضون لعيبة أحرار ما عليهم ضغط ويأخذون عرض الملعب. فلما يكون ظهيرك اليسار متعب واليمين كانسيلو، المتوقع انك تكون في افضل حال من هذه النقطه تحديدا، اللي هي قدرتك في التسديد على الكرات العرضيه. يعني انها وصلت الى من يستقبلها، الكره على طول العرضيه من متعب وصلت الى من يستقبلها.
متعد أي هدية تقدمها. الكرة وصلت إلى متعب، عادت للشباب، عرضية رأسية، أي رد أسرع من هذا. الكرة معاه يتقدم إلى أمام المساحة، الضغط من وليد بخشوين، الله على التمريرة، متعب والانطلاقة، متعب والعرضية، كروس بالراس، الله الله. Good cut back here. And is this the opening? John Mary doesn't miss this time. إيفر بانيجا أكيد يوقفهم صح، فهو اللاعب الذي يتمحور عنه الجميع الآن. اليسار علي المسعود يستعد للدخول بالنسبة للفتح في شوط المباراة الثاني. الكرة من الجهة اليسار، العرضية لمنطقة الجزاء، الراسية جاكوب.